يا هلا يا هلا يا معلم، وجايب لك انمي جديد فما تنساش تصلي على النبي ولايك وشير وسبسكرايب لاخوك علشان محتاجهم اليومين دول. ويلا بينا نبتدي ملخصنا. وبيبتدي ملخصنا وبنعرف ان ولدنا لما كان مروح البيت كان مات وكان راح عالم تاني، وهو لما بيفتح عينيه من النوم بنشوف ان هو بيتفاجئ لما بيشوف ان ايديه بتكون صغيره جدا، وبيكون حاسس ان في حاجه غريبه ومش طبيعيه في جسمه، وبينزل من السرير وبيطلع يجري ناحيه الشباك علشان يبص، بس بنشوف ان الخادمه اللي بيكون اسمها تل بتروح تطلع تجري عليه وبتقول له ولا فسفس يا صغنون انت، اوعى ان انت تبص من الشباك لان الموضوع ده خطر عليك وممكن ان انت تقع. وبنعرف ان ولدنا الصغنون اصلا بيكون اسمه فان، وبيقول ان انا كان نفسي ان انا ابص من الشباك علشان المنظر كان شكله جميل جدا، وان انت يا ريت بس ان انت ما تقلقيش عليا. فالخادمه على طول بتتفاجئ ان العيل الفسفس الصغنون ده بيقدر ان هو يتكلم، وبتقعد تقول له ولا صغير انت لسه سنتين بس ازاي بتقعد تقول الكلمات الصعبه دي. وولدنا بيقعد يقول ان انا عندي ذكريات عن المكان ده بس هي مشوشه شويه، وبيتاكد ان هو خلاص كان راح عالم تاني. وولدنا الصغنون فان بيفاجئه وبيقول لنا انا اعرفك كويس جدا وان انت الخادمه اللي اسمك تيل. وولدنا السفاح بعد كده بنشوف ان هو بيقول اسمه الثلاثي كامل وكمان بيقول اسم ابوه. فالخادمه بتتفاجئ ان هو عنده معلومات كتير جدا. وبعدها ولدنا فان بنشوف ان هو بيكون قاعد مع ابوه واخواته الاربعه، وكلهم بيكونوا اصلا قاعدين علشان يطفحوا مع بعض الفطار، والناس كلها بيكون واضح عليها ان هي ساكته ومش بتتكلم، بس الخدم كلهم بنشوف ان هم بيكونوا متجمعين حوالين ولدنا فان وبيكونوا بيحاولوا ان هم ياكلوه. وولدنا الصغنون بيكون واضح عليه ان هو مستمتع جدا، بس بيتاكد ان هو خلاص كان راح عالم تاني، وبيكون محتفظ بشويه من الذكريات بتاعته اصلا لما كان لسه عايش في اليابان. وفجاه بنشوف ان ابوه اللي اصلا بيكون اسمه جلبه بيكلم واحد من ولاده بيقول له ولو انت هتتعلم ايه النهارده. فبنشوف العيل اللي بيكون اسمه يارد بيرد عليه وبيكون مرعوب وبيقول ان انا النهارده هتعلم سحر النار وكمان عندي درس لفنون القتال. وبيسال اخوه التاني اللي بنعرف انه بيكون اسمه سيستو وبيقول له هو انت درسك إيه النهارده، فبيقول له ان انا هتعلم السحر. وبيجي الدور على ولدنا فان وبنشوف ان ابوه بيساله بيقول له هو انت هتعمل ايه في يومك النهارده. ففان بيقول له ان انا النهارده شكلي هكون مشغول جدا علشان انا هدرس الثقافه والحضاره بتاعتنا. فاخواته ساعتها بنشوف ان هم كلهم بيتفاجئوا من الرد ده، والاب اول لما بيسمع الكلام ده بنشوف ان هو بيقعد يضحك وبيكون مبسوط جدا بولادنا فان، وبيقول له ان انا كنت فاكر ان انت عيل فسفس صغنون متدلع، بس واضح كده ان انا تفكيري ونظرتي عنك شكلها كده غلط، وانا واثق ان انت هيجيلك سحر النار القوي اول لما انت تكبر زي اخوك، وان احنا شكلنا كده مستقبل العيله بتاعتنا هيكون في امان طول ما انت موجود. واخواته على طول بنشوف ان هو بيسمعوا الكلام ده وبيكون واضح عليهم كده ان هم شكلهم متضايقين منه. وابوه بيقول له انا متشوق ان انت لما توصل 8 سنين ان انت هيتم تقييم قوتك وانا اعرف إيه السحر اللي هيكون عندك في المستقبل. وبيقعد يقول له ان انا شكلي كده هعتمد عليك ومعلق عليك امل العيله. وولدنا بيعرف ساعتها ان السحر شكله مهم جدا في العالم هنا، وان القدرات الهجوميه بتاعت العناصر السحريه شكلها مهم لان دي اللي بيتم استخدامها في الدفاع عن المدينه وكمان علشان يقدروا ان هم يحموا السكان والامبراطوريه. وكل النبلاء بيكونوا بيحاولوا ان هم يكون عندهم واحد من العناصر السحريه الاربعه زي سحر الرياح والميه والنار والارض، وان اللي هو ما بيكونش عنده قابليه لتعلم السحر هو بيكون عار على العيله بتاعته. وفان بيقعد يقول ان كل واحد من اخواته بيكون عنده واحد من العناصر السحريه دي. وبعدها بنشوف ان هو بيتحرك على مكتب ابوه علشان يقدر ان هو يجمع معلومات عن المدينه اللي هو عايش فيها، وبيعرف ان في ميناء واحد هو اللي بتبحر منه السفن علشان السفن دي لو هي كانت مشيت في اماكن تانية فالاماكن دي ممكن يكون فيها وحوش تقدر ان هي تدمر السفن. بعدها ولدنا بنشوف ان هو بيسال الخادمه تيل وبيقول لها ايه الاعراق اللي موجوده في العالم هنا، فبترد عليه وبتقول له ان في اعراق كتير زي اعراق الاقزام والالف. وبنشوف ان باقي الخدم ساعتها بيقطعوهم وبيقعدوا يقولوا لها ان انت اصلا بتقولي له معلومات اكبر من سنه وصعب ان هو يفهمها. بعدها ولدنا بنشوف ان هو بيقول للخادمه ان انا عاوزك ان انت تعلميني شويه عن الادوات السحريه. فعلى طول الخادمه بنشوف انها بتوافق وبتقول له ان الادوات السحريه دي بتكون عباره عن بلورات سحريه او كمان شويه من الاحجار الكريمه وفي شويه صخور ومعادن بتقدر برضه ان هي تخزن سحر جواها. وبتقول له بعد كده على حسب قدرتك السحريه فانت بتقدر تستخدم السحر ده في صناعه الادوات السحريه. وفجاه بيجي واحد وبيحط قدامه مجموعه كبيره جدا من الكتب وبيقول له ولا فسفس يا صغير انا عارف ان انت لحد دلوقتي لسه سنتين بس انا هبتدي ان انا اعلمك دلوقتي شويه حاجات في الرياضيات زي الجمع والطرح، فانا عاوزك ان انت تقول لي المعلومات اللي انت تعرفها لحد دلوقتي. وبنعرف ان الشخص ده اصلا بيكون هو كبير الخدم، وبنعرف ان اسمه بيكون سبارد. وولدنا الصغنون فان بيكون باين عليه ان هو خايف منه وبيقول له يا راجل يا عجوز انا لحد دلوقتي لسه بفك الخط وان انا ضعيف جدا في الرياضيات والعمليات الحسابيه. فبيبتدي الخادم على طول ان هو يدي له اسئله عن الجمع والطرح وبيقول له ان انا هكون شكلي كده المعلم الخاص بتاعك. وطبعا ولدنا الصغنون بيكون متضايق إن الراجل العجوز ده بيكون هو المعلم بتاعه. وبعد كام يوم بنشوف ان ولدنا بيكون خلاص قدر ان هو يتعلم القرايه والكتابه والحساب بشكل كويس، وبنعرف ان المعلم بيكون شغال معاه لمده سنتين. وولدنا دلوقتي بقى خلاص عنده 4 سنين وبنلاقي ان هو اصلا بيكون عمال يتمرن مع الخادمه اللي بيكون اسمها تل على مهارات السيافه، وبنعرف كده ان هو بيكون فاشل فيها والخادمه بتفضل ان هي تستفزه وبتقعد تقول عليه ان هو ضعيف لحد ما ولدنا بيشوف ان هو بيتعصب وبيطلع يجري وراه بالعصايه بس علشان يعرقبها. والخدم بيقعد يتخانقوا معاه وبيقول لها لو انت مستغنيه عن حياتك يا وليه فلازم ان انت توقفي تنمر عن فان علشان هو لو بلغ قال له فانت هتتشبه
افوري. بس ولدنا الصغنون بنشوف ان هو بيقول لهم ان انا اصلا مش زعلان منها، فبيقولوا له اصلا ان معامله واحد من النبلاء بشكل مش كويس تعتبر جريمه، وان هي لازم ان هي تتعاقب. فولدنا بنشوف ان هو بيقرب منها وبيديها ضربه بصباعه الصغير وبيقول لهم ان ده العقاب بتاعي. وولدنا بنشوف ان هو بيستمر في تعلم الفنون القتاليه والمبارزه بالسيف لحد ما ولدنا بنعرف ان هو خلاص بقى عنده 5 سنين، وبيكون قادر ان هو يخش عركه مع اي عيل صغير اكبر منه حتى في السن. ولما ولدنا كان بيواجه اطفال في سنه كان بيقدر ان هو يخلص عليهم في ثانيه الا ثانيه. وطبعا زمايله اللي في سنه بنشوف ان هم بيكونوا مصدومين من مهارته الكبيره في القتال، ومع ان ولدنا الصغنن بيكون اعلى منهم في المهاره، بس فما بيكونش شخص مغرور وبيكون موافق دايما ان هو يتمرن معاهم بشكل طبيعي. وبيجي نائب قائد الفرسان وبنعرف انه بيكون اسمه دي، وبيقول لفان ان انت لازم توريني ايديك كده، وبيكون مستغرب ان ايدي لحد دلوقتي ناعمه، وبيقول له ان انا كنت فاكر ان انت بتتمرن كل يوم. وولدنا على طول بيقول ان انا ما ينفعش ان انا اتمرن كل يوم علشان انا لسه عندي شويه حاجات ولازم ان انا ادرس. فدي ساعتها بيقولوا ان انا كنت سمعت ان الخادم سباردا كان قرر ان هو هيزود لك عدد ساعات المذاكره يا ولا يا صغير. فولدنا بيقول له اللي انت بتقوله ده اللي انت بتقوله، وبيقعد يقولوا وانا الطفل الوحيد اللي لازم يقعد يذاكر طول اليوم وكل يوم. فقائد الفرسان بيحاول ان هو يلعب في دماغ ولدنا وبيقول له يا ريس انت لازم تفكك من الدراسه ولازم ان انت تتعلم المبارزه بالسيف علشان تكون فارس قوي زيي. وبيقول له ان انت لو وافقت ان انا هدربك فانا هخليك اقوى فارس موجود في المملكه. بس فان ساعتها على طول بنشوف ان هو بيصدمه وبيقول له ان انا اصلا بحب الدراسه زي ما انا بحب اتعلم مهارات السيف، فانا ما ينفعش ان انا اسيب اي واحده منهم على حساب التاني. وبيبتدي ان هو يتدرب بعد كده مع قائد الفرسان دي، وبنشوف ان هو بيكون عمال يديله تدريبات صعبه وبتكون صعبه جدا، وحرفيا بيكون مش مديله اي وقت اصلا علشان يرتاح فيه، وبيكون سافحه تدريبات لحد الليل. مع ان ولدنا اصلا بيكون بيدعي كل يوم بس بيقول ان هو مبسوط من ساعه ما جه العالم ده، وده علشان هو كان بيجرب حاجات جديده عمره ما كان شافها قبل كده، وبيقعد يقول ان انا لازم استمتع في العالم الجديد ده. وبنشوف ان بتعدي سنه كامله بعد ما كان ولدنا بيتعلم فنون القتال والمبارزه، وبيكون نفسه ان هو يطلع يخرج بس علشان يلعب زي العيال اللي في سنه. والخادمات اللي بتقول ان هي هتخرجه وان هي تاخده مكان جديد عمره ما كان راحه قبل كده، وان هو يتفرج على العالم والناس الموجوده هناك. وبنشوف ان هو بيروح السوق بيكون في عدد كبير جدا من الناس، وولدنا بيكون مبهور ان هو اول مره يشوف العدد الكبير ده واول مره اصلا يطلع من القصر. وفجاه ولدنا بنشوفه ان هو بيتفاجئ بواحد بيكون مربوط وفي حد اصلا بيكون عمال يشده، ومره واحده بنشوف ان هو بيسال الراجل وبيقول له هو العيل اللي انت ربطه ده هو عمل ايه علشان تربطه كده؟ فبيقول له ان انا حر ان انا اعمل اللي انا عاوزه في العبد بتاعي، وبيقول ان انا جاي هنا علشان ابيعه وان انا اتخلص منه. فتل ساعتها بتقول ان العائلات الفقيره بيبيعوا اطفالهم لان هم ما بيقدروش ان هم يساعدوهم في المعيشه، واولادهم دول بيكونوا من غير اي فايده. فاولادنا الصغنون بيكون متضايق جدا وبيقول ان دي تعتبر ابشع طريقه، وازاي في اب يقدر ان هو يتخلى عن ابنه وان هو عاوز ان هو يبيعه كعب. وفجاه واحده بنشوف انها بتشوف ولدنا فان وبتكون مبسوطه جدا ان هي شافته وبتكون عارفه ان هو واحد من النبلاء. ولما تل بتعرفها على ولدنا فان كويس بتقول لها ان انا اصلا طبعا عارفاه وان انا مبسوطه ان في طفل عبقري زي موجود في المركز التجاري دلوقتي. وبنعرف ان البنوته دي اصلا بيكون اسمها روزلي، وبتقول له ان اي حاجه انت محتاجها فيها هتكون موجوده. وعلى طول ولدنا بنشوف ان هو بيسالها وبيقول له هو العيل اللي موجود قدامنا ده اللي معروض كعبد يا ترى العيل ده بيكون سعره كام؟ فروزلي ساعتها على طول بتسال ابو الولد وبتقول له هو عنده قابليه للسحر، فساعتها بيرد عليها وبيقول لها ان هو حرامي وان هو ما بيعرفش يعمل حاجه غير ان هو يسرق. فروزلي ساعتها بتقول ان هو يساوي 3 قطع فضيه. فابو الواد حرفيا بنشوف ان هو بيتعصب وبيكون عمال يهبد العيل على الارض وبيكون عمال يضرب فيه، وبيقول له ان انا حتى لما انا فكرت ان انا ابيعك وان انا اخلص منك طلع سعرك زهيد يالا. وبيقرر ابوه ان هو ياخده على مكان تاني علشان بس ان هو يبيعه وممكن ان هو يجيب فيه سعر اعلى. فعلى طول بنشوف ان ولدنا فان بيوقفه وبيقول له ان انا مستعد ان انا اديك فيه 5 عملات فضيه كبيره. وفعلا بنشوف ان هو بياخد 5 عملات فضيه من الخادمه تيل وبيديها منه وبيقرر خلاص ان هو يشتريه. وبيروح ولدنا ابو قلب حنين ان هو يطمن على العيل، وبنشوف ان هو بيفك القيود بتاعته وكمان بيعرفه بنفسه وبيمد له ايده علشان يقومه. وبنعرف ان العيل الصغير ده اصلا بيكون اسمه كوميسين. وبيقرر ولدنا فان ان هو خلاص يحرره وبيقول له ان انت دلوقتي كمان مش عبد ليا وان انت ممكن تروح اي مكان انت عاوزه. فتيل ساعتها بتساله وبتقول له انت ليه كنت قررت ان انت تحرره؟ ده انت لسه مشتريه. فولدنا بنشوف ان هو بيصدمها وبيقول ان انا اصلا ما كنتش اشتريته علشان يكون عبد، انا كنت اشتريته بس علشان احرره من المعاناه اللي هو فيها. بعدها ولدنا فان بنشوف ان هو بيساله وبيقول له وانت اصلا عندك مكان تروحه؟ ولو انت ما عندكش اي مكان تروحه فايه رايك ان انت تيجي معايا الارض؟ فواحد من الحرس بنشوف ان هو بيرد عليه وبيقول له ان ابوك اصلا مش هيوافق ان في واحد حسالة زي ده يكون موجود في القصر، وبيقولوا له بعد كده علشان ان هو يخش القصر معاك فهو ممكن ان هو يكون عبد ليك. فولدنا الصغنن فان بنشوف ان هو بيساله وبيقول له انت ممكن تيجي معايا القصر على ان انت عبد؟ فبنشوف ان هو بيرد عليه وبيقول ان انا موافق وان انا ما عنديش اي مانع. وعلى طول ولدنا بيأمر ان الاصابات بتاعته تتعالج، وبيقول
وبيقول للبنوته روزولين ان انت تدوري له على كام طقم حلو كده علشان العيل ده يتشيك. فبتقول له ان احنا لازم الاول نعمل عقد العبوديه، وانا مستعد اعمل لك اي حاجه انت عاوزها بعد كده. وفعلا بنشوف ان هي بتمسك ايديهم هما الاثنين وبتعمل لهم العقد السحري. وولاد نفان بيتفاجئ ان في علامه للعبوديه بتكون ظهرت على ايديه، والعلامه دي بنعرف ان اسمها اصلا بيكون ختم العبوديه، وان هو هيكون على ايديهم طول مده العقد. وبتقول لولاد نفان طالما دي اول مره انت تتعامل معانا فانا اعتبر المصاريف مجانا المره دي. وتاني يوم بنشوف ان العيل اللي اسمه كوموسين بيخش على فان وبيقول له ان نائب قائد الفرسان دي بيكون عاوز يقابلك. وطبعا ولدنا بيكون مش عاوز ان هو يقابله اصلا، فبيطلع حته ساعتها من البسكوت وبيقول له يا عيل يا صغنون دي رشوه، وبيقول له روح للفارس اللي اسمه دي وقول ان انت ما لقيتنيش. وبيتفاجئ ان العيل اللي اسمه كوموسين بيكون مش لابس الجوانتي علشان يغطي الشعر بتاع العبوديه، وبيقعد يقول ان دي حاجه ما تعتبر شعار علشان انا اخبيها، وان انا مبسوط ان انا خادم عندك وبخدمك. وهم قاعدين بيتكلموا بنشوف ان صوت دي بيكون طلع، فعلى طول كوموسين بيطلع له بيقعد يقول له هو مش موجود مش موجود، وان انا لما كنت دخلت على فم ما لقيتوش. فدي ساعتها بيحس ان العيل الصغير الفسفس اللي قدامه ده اصلا شكله كده بيحور عليه، وبيقول له ان هو لو كرشك فقول لي بس وانا اديك اكتر واللي انت عاوزه هتلاقيه. بس كوموسين بنشوف ان هو بيصر بيقول ان انا ما اعرفش هو موجود فين دلوقتي. فدي بيقول له طالما بقى فم مش موجود فانا كنت قررت ان انا هدربك مكانه علشان بس تتعلم ازاي تستخدم السيف. وفم بيطلع بعد لما بيطلع دي وبيكون عمال يعتذر للعيل ان هو ورطه في الموضوع ده. وبنشوف انه بيعدي سنتين وولدنا فم بيكون خلاص عنده 8 سنين، وده الوقت اللي هو هيتقيم فيه علشان يعرفوا ايه نوع القوه السحريه اللي هي عنده. وكل سكان المدينه بيكون نفسهم يعرفوا ايه المهاره السحريه اللي هتكون عند العيل الصغنون. وهو بالصدمه ان ولدنا اصلا ما عندوش اي قابليه للسحر وما بيقدرش يستخدم سحر العناصر، والسحر الوحيد اللي بيكون عنده هو اسمه سحر الانتاج، وده بيكون معروف ان هو من اسوأ الانواع السحريه اللي بتكون موجوده في العالم. وابو بنشوف ان هو بيكون متضايق منه جدا هو واخواته، وبيقول له سحر الانتاج بتاعك ضعيف ضعيف، وان هو اخره بس ان هو يصنع اسلحه. وابو بيفضل يزعله بيقول له يا عيل يا فسفس يا معفن هتقدر ازاي تدافع عن شعبنا وانت ما عندكش اي سحر للعناصر او سحر هجومي. وبيقول له ان امك يالا كان عندها سحر النار القوي، وانا مش عارف الخيبه والمستوى الزباله اللي انت فيه ده اصلا جاي منين. وابو بيقعد يقول ان انا كنت غبي ان انا كنت فاكر ان انت هتطلع عيل شديد زيي، بس بيقول واضح كده ان انا كنت غلطان جدا. وبيمسك السيف وشكله كده هيخلص على ولدنا، وبطلنا فان بنشوف ان هو بيكون باصص عليه وبيكون مرعوب جدا لابو يخلص عليه. بس فجاه بنشوف ان اخو موريشيوس بيتدخل وبيقول ان في قريه معفنه زباله نائيه موجوده في موقع بعيد، وانا شايف ان ولدنا الصغنون فان يروح القريه دي وان هو يكون مسؤول عنها. وبنعرف ان القريه الصغنونه دي اصلا بيكون عدد سكانها فوق ال100 وبتكون موجوده في مكان بعيد جدا، والقريه دي اصلا بتكون ما بتنتجش اي حاجه، والوحوش القويه والمرعبه بتكون موجوده فيها بكثره وقادره ان هي تسيطر عليها. وابو ساعتها بيبتدي ان هو يقتنع بالفكره دي وبيقول ان القريه دي فعلا بتكون بعيده عننا ولا شعبها مش كبير قوي لينا، فاحنا ممكن نبعت ولدنا فان هناك علشان يقدر ان هو يفيدهم باي حاجه، وده بسبب سحر الانتاج اللي بيكون عنده، ولو قدر ان هو يفيدنا فده خير ولو ما فادناش فاحنا نخلص عليه، والوحوش القويه هي اللي هتعمل كده. وبيقول لولدنا فان الصغنون استعد بقى يا ريس علشان انت هتتحرك على القريه دي من بكره. وبيشكر العيل اللي اسمه موريشيوس على الفكره الجامده اللي كان قالها. وبعد لما ابوه بيمشي بنشوف ان اخوه بيقعد يعتذر للعيل الصغنون فان وبيقول ان انا كنت دورت على اي فكره بسرعه علشان بس ان انا اخليك عايش وان انت ما تموتش، وبيقول له ان انا ما عنديش اي مانع ان انت تكرهني بقيه حياتك. ففان بيقول له ان انا هفضل احبك طول عمري علشان انت كنت حميتني دلوقتي من الموت، لان انت لو ما كنتش قلت الاقتراح ده كان زمان ابونا خلص عليا دلوقتي. واخوه بيقول له ان انا هفضل جنبك واساعدك في اي حاجه انت تحتاجها. وتاني يوم بنشوف ان ولدنا الصغنون بيبتدي ان هو يتحرك، والخادمات اللي بنشوف ان هي بتكون متضايقه جدا لان القريه بتكون بعيده وحرفيا بتكون ما فيهاش اي حياه. وبنعرف ان ولدنا فان بيكون ممنوع عليه ان هو ياخد اي حد من الحرس بتوعه، بس اخوه ساعتها بنعرف ان هو كان اجر له 10 من المغامرين علشان بس ان هم يحموه اثناء الرحله. وقبل لما يمشي بنشوف ان الخادمات اللي بتقرر ان هي هتروح معاه وبتقول له عيل يا صغنون انا الخادمه الشخصيه بتاعتك ومش هسيبك في حته. حتى قائد الفرسان دي بنشوف ان هو بيقرر ان هو يروح معاه علشان بس ان هو يعلمه اساليب القتال وكل حاجه هو كان اتعلمها. والصدمه اللي بنشوفها ان الجد سباردا برضه بيكون جاي معاهم وبيقول له يا عيل يا صغنون انا هكون برضه موجود معاكم في الرحله. فولادنا فان بيحس خلاص ان هو اتزنق وان هو اتورط لان دي والمعلم سباردا فهم هيزنقوه ويعملوا معاه الصح، وهو كان نفسه ان هو يخلص منهم. وفي اثناء الطريق بيتفاجئ ان في عدد كبير من سكان المدينه بيكونوا قاعدين يعملوا مظاهرات وان هم يودعوه، وبنعرف ان دي هو اللي كان عمل كده علشان بس ان الوداع بتاعه يكون وداع حماسي وان هو ما ينساوش طول عمره. وفعلا فان بنشوف ان هو بيودعهم وكمان بيخرج من المملكه علشان بس ان هو يروح على المدينه. وولدنا الصغنون وهو في العربيه بنشوف ان هو بيكون بيحاول ان هو يستخدم سحر الانتاج بتاعه اول مره وبيقدر ان هو يحول عصايه لسيف صغير، والخادمه بتقول له ان هم خلاص كانوا قربوا ان هم يوصلوا القريه. وولدنا بنشوف ان هو بيحس بالراحه لما بيكون سمع كده اننا بنعرف ان المشوار كان طويل جدا. وقبل لما بيوصل بنشوف ان هو بيقول لهم ان هم يقدروا ان هم يرجعوا للقصر لو المكان ده مش عاجبهم.
يحاربهم. وولدنا بيقول للصغنون ان انت لو عاوز فانا ممكن افكك من عقد العبوديه، وبيقول له ان انت حتى لو رحت لاخويا موريشيوس وقلت له فهو هيعاملك معامله كويسه. بس الولد كسن ابو شعر ازرق بنشوف ان هو بيرد عليه وبيقول له ان انا كنت خلاص كنت قررت ان انا اكمل حياتي معاك، ومهما كان الخطر فانا طول عمري هفضل اخدمك. فولدنا بنشوف ان هو بيساله بتوتر وبيقول له ولو انت بتحبني قوي كده ليه؟ فكاسم بيقول له فعلا انا متعلق بيك وكل ده علشان انت انقذتني وانا مش هسيبك ابدا. فولدنا بيبتدي ان هو يحس ان الموضوع اوفر حبتين، وبناخد بالنا ان العربيه مره واحده بتقف والفرسان بيقعدوا يقولوا لولدنا فعلا ان القريه شكلها كده بتتعرض لهجوم دلوقتي. فولدنا على طول بنشوف ان هو بينزل من العربيه علشان يشوف اللي بيحصل، وبيعملوا بعد كده اجتماع سريع، وده بيقعد يقول ان اكيد اللي بيهاجموا القريه دي اكيد مرتزقه او بلطجيه، وبيقول ان هم اصلا متعودين على القتال. وولدنا فان بنشوف ان هو بيراقب هجماتهم وبيقعد يحلل الموقف وبيشوف هيعمل ايه، وبيعرف ان القريه بتكون متحوطه بسياخ خشب، وبسبب كده فالمرتزقه مش قادرين يخش، والمرتزقه بيكون شكلهم معفنين وبيكونوا واقفين قدام البوابه. فعلشان كده القرويين بيكون لازم ان هم يدافعوا باسلوب السلحفه. وبيعرف كمان ان عدد البلطجيه بيكون عددهم 50 تقريبا، وفي المقابل فهو مع شويه فرسان من النظام وشويه مغامرين. وده على طول بنشوف ان هو بيطلب من ولدنا فان ان هو يسمح له ان هو يخش المعركه، وبيقول له ان احنا لو هاجمنا مع بعض فاحنا ممكن نقدر نوقفه. بس واحد من المغامرين على طول بنشوف ان هو بيتدخل وبيقول ان الموضوع ده يعتبر خطر جدا، وبنعرف ان المغامر ده بيكون اسمه المغامر اورتو، وبيقول له ان انا اصلا بحس بالخطر وبسبب كده فهيكون في خسائر كتير، وبيقولوا ان هم متأجرين بس علشان يحموا ولدنا فان، وده بس لحد ما يخش القريه، فعلشان كده فهو مش هيرضى بمهمه تعرض روح زمايله للخطر. فده بيقول له ساعتها ان دي تعتبر اول ارض الفان، وان القرويين دول يعتبروا عندنا اول مواطنين، وبيقولوا ان احنا دلوقتي لو ما سحبناش سيوفنا وكنا حامينا القريه فاحنا امتى اصلا نتحرك علشان نحميها. فالمغامر اورتو بيقول ان دي تعتبر شهامه من داي، بس بيقول له ان ده ملوش اي علاقه بالمغامرين بتوعي. فداي ساعتها بيحس بالاحباط لانه هو ما كانش متوقع الرد ده ومش عارف يغير رايهم، فبيقول لهم على الاقل انتم ممكن تحموا سيدنا فان وان هم ممكن يهربوا لو الوضع بقى صعب. فاورتو ساعتها بنشوف ان هو بيوافق على الطلب البسيط ده، بس الجد سبارتا على طول بنشوف ان هو بيعترض وبيقول ان السيد فان لو كان مات فان القريه مش هيكون ليها اي سيد دلوقتي وان مستقبلها هيضيع حتى لو قدروا ان هم يسيطروا عليها. فداي ساعتها بيساله بيقول له طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ والجد ساعتها بنشوف ان هو بيكشف ان هو اصلا سحر عناصر، فهم ممكن ان هم يعتمدوا عليه في القتال، وبيقول ان هو في الاول هيعمل سور دفاعي وان المغامرين لازم في الاول ان هم يضربوا من بعيد، واول لما العدو يكون بينشغل بيهم فداي ورجالته ممكن يعملوا عليهم كماشه ويهجموا من الجنب. وبيقولوا ان الهجوم المفاجئ ممكن ان هو يزود فرص الفوز، وبيسال ولدنا فان اذا كان ناوي ان هو يفضل ورا ويحارب. فسبارتا بيقول له ان انت لو ما عملتش كده ومن ان انت لو ما قمتش بدور الطعم وان هو لو فضل ان هو يهاجم من ورا السور فداي ورجالته فكلهم هيموتوا. فان على طول بيقعد يقول ان هو ما ينفعش ان هو يعمل كده لان هو ساعتها اكيد هيموت. وسبارتا بيقول ان دي هتكون فرصته الاخيره علشان يقدر يثبت فيها قوته، وبيطلب من ولدنا فان ان هو يوافق على طلبه الاناني ده. وبنشوف ان هو بيقعد يفكر ان هو كان قدم كتير لعيلتهم، وولدنا بيقول ان هو مش ممكن يسمح له ان هو يموت في مكان زي ده. وداي ورجالته كمان برضه بنعرف ان هم ما ينفعش ان هم يموتوا لان هم بيكونوا اعضاء في فرسان العيله وما ينفعش ان هم يجرى لهم حاجه. وولدنا بيقعد يقول ان العبقري سبارتا لو كان مات وكمان المقاتل داي فهو مش هيقدر ان هو يعمر القريه دي ابدا، وساعتها ابوه فهو هيخلص عليه في ثانيه الا ثانيه. فعلشان كده ولدنا بيقرر ان هو خلاص هو اللي هيكون الطعم. فالخادمه على طول بنشوف ان هي بتتدخل وبتقول ان هي هتمنعه، وبتقول ان هي مستعده ان هي اللي تكون الطعم مكانه. وكاسم بيوافق بيقول ان هو برضه هيعمل نفس الشيء، بس فان بنشوف ان هو بيخدي الخادمه تلا على طول وبيقول ان هو مش عاوز ان هو يشوف حد غالي عليه بيكون بيموت، وده برضه للعيل الصغنون. وولدنا فان بيقول ان هو لازم يكون حر ويعمل اللي هو عاوزه، وعلشان كده بيقول ان هو اصلا هيخش العربيه وان هو هيهاجم من الوش والباقي يقدر ان هو يهاجم من بعيد من الجنبين. وداي ساعتها بيكون بيحاول ان هو يوقفه، بس ولدنا فان بيقول ان انا كنت اتدربت معاك على السيف كل يوم فما تتوقعش ان انا اموت بسهوله، وحتى لو انا مت فبيقول ان مفيش نهايه تعتبر احسن من كده وان السيد مفروض ان هو يموت علشان شعبه. وبيقول لهم ان انا لو كنت مت فانتوا ما تبلغوش العيله بتاعتي علشان بسبب كده فهتحصل مشاكل كتير. وبيقعد يقول ان انا كنت خدت القرار وان انا مش هرجع فيه، واورتو بيكون باين على الانبهار بالعزيمه دي. وفي اللحظه دي بنشوف ان هو بيقعد يفتكر الحاجه كانت حصلت من كام يوم وان هو كان بيشتكي ان هو مفروض عليه ان هو يحمي واحد من ابناء النبلاء، وبيقول ان مفيش اي حد عادل في الطبقه دي لان النبلاء المعفنين كلهم بيحتقروا المغامرين والناس العاديه. وزمايله بنشوف ان هم كمان بيكونوا موافقينه في الراي، بس بيسالوه بيقولوا له طب انت ليه كنت قبلت المهمه دي؟ ساعتها اورتو بيقول ان هو كان ناوي ان هو يفضل شغال وده بس في حته اسمها فريتو وما كانش قدامه اي حل غير ان هو يقبل الشغلانه دي. ساعتها بيكون فان وصل وبيكون بيقرب منه وبيعرفه بنفسه وبيقعد يشكرهم علشان هم اللي كانوا هيرافقوهم في الرحله وان هم اللي هيكونوا مسؤولين ان هم يحموه، وهو اصلا ما كانش متوقع الشكر ده من واحد من النبلاء وما كانش عارف ازاي يرد. وولدنا فان بنشوف ان هو بيقعد يشكره وبيمدح شكله قوي وبيقول واضح كده ان انت سفاح جدا، واورتو ما بيكونش واضح ان هو حاطط في باله الكلام ده، بس زمايله بيقعدوا يقولوا له يا معفن مش كنت عمال تقول ان مفيش اي نبلاء كويسين؟ وبعد لما ولدنا فان كان مشي بيقولوا له ان دي تعتبر اول مره احنا نحمي
يحمي طفل من اطفال النبلاء، وان هو ما يكونش مغرور. واورتو بيقعد يقول واضح كده ان كل النبلاء مش زي بعض. وبنرجع للحاضر دلوقتي وبنشوف ان اورتو بيكون واخد باله ان ولدنا فان يعتبر مش طفل عادي، فبيقرر ان هو لازم يساعده ويحميه. وتب بتكون بتحاول توقفه، بس هو بيقول ان في طفل قدامنا بيكون بيحاول ان هو يضحي بحياته، وان انا لو كنت فضلت اشتكي اكتر من كده فزمايلي شكلهم كده هيزعلوا مني. والبنوته اللي من المغامرين بنشوف انها بتكون موافقه على كلامه، وبتقول ان هي كانت بتسخر دايما من فكره قوه النبلاء، لان النبلاء اللي هي كانت شافتهم قبل كده كانوا دايما بتوع كلام بس ولدنا فان الصغنون يعتبر ان هو مختلف خالص، لان هو كان حافظ اسامي المغامرين زي اسمه بالظبط، فعلشان كده هي حاسه ان هم ممكن يثقوا فيه. وولدنا الصغنون فان بيكون مش عارف يقول ايه. وفي اللحظه دي بنشوف ان ده بيقول ان دول يعتبروا مغامرين كويسين وهدفهم هيكون حمايتك والدفاع عن شرف العيله. وسباردا بنشوف ان هو برضه كمان بيتدخل وبيقول ان انا اصلا مش موافق على الخطه بتاعت ولدنا فان علشان هي هتعرض حياته للخطر. وبيقولوا بعد ما احنا نخلص على البلطجيه دول فانا هعلمك ازاي تقدر ان انت تخطط وتفكر طالما انت الوريث الوحيد للعيله الملكيه. وسباردا على طول بيطلب من الكل ان هم يعدلوا الخطه اللي كانت اتحطت وان هم هينفذوها، وبيقول ان هو على طول هيعمل سور دفاعي وان هو هيهاجم من بعيد، ورجاله ضيفه هي هتاخد الجنب الشمال ومجموعه اورتو هي هتهجم من اليمين. واول لما كل حاجه بتوضح سباردا فعلا بيعمل سور دفاعي بيكون قريب من القريه، واورتو بيبتدي على طول ان هو يجري مع مجموعته. وبيقول ان هو ما كانش متوقع ان الخادم العجوز ده يعتبر ساحر عناصر وان هو قوي قوي كده. وواحد من زمايل اورتو بنشوف ان هو بيقول له يا ريس كان زماننا خلعنا دلوقتي ومش لازم ان احنا نضحي بحياتنا. واورتو بيقول ان الولا فان شكله كده هيوصل لبعيد، وبيقول لهم ان انا بتمنى ان العيل الصغير ده هو اللي يكون الملك اللي جاي. وبنشوف ان البلطجيه بيكونوا مكملين ضرب السهام علشان يقدروا ان هم يحتلوا القريه الصغيره في اسرع وقت، وعلشان كده ما كانش خدوا بالهم واتفاجئوا من مجموعه المغامر اورتو، وفجاه بيشوفوا الاسوار الضخمه اللي بتكون موجوده وراهم. فزعيم البلطجيه بيامرهم ان هم لازم يواجهوا اي حاجه بتكون موجوده ورا الاسوار دي. بس ده السفاح بنشوف ان هو بيخلص على كام واحد منهم بسيفه، وزي ما هم كانوا خططوا فبنشوف ان العدو بيكون واقع في الفخ، وكل المغامرين والفرسان بيكونوا قادرين ان هم يقضوا على البلطجيه من الجنبين. ولما شويه من البلطجيه بيكونوا عارفين هم بيحاربوا مين على طول بنشوف ان هم بيهربوا اول لما بيشوفوا قوه الفارس داي، وعددهم بنشوف ان هو بيقل في ثانيه. بس الزعيم بتاعهم بنشوف ان هو ما بيستسلمش وبيكون بيحاول ان هو يجري ناحيه الناحيه التانيه من الاسوار علشان بس يقدر ان هو يهاجم اللي هناك، ومحدش بنشوف ان هو بيلحق ان هو يوقفه. فالساحر ابو لورير على طول بنشوف ان هي بتتفاجئ بيه، بس قبل لما البلطجي يقدر ان هو يعمل اي حاجه ولدنا على طول بنشوف ان هو بيتدخل وبيقدر ان هو يشتت انتباهه، وبينجح ان هو يضرب له رجل اللي على الارض وبيوقعه. وبسبب كده فبنشوف ان كاسم بيستغل الفرصه وعلى طول بيخلص عليه. وبعدها بنشوف ان هو بينبه على الساحر ابو لوريل ان في احتمال اصلا ان العدو ان هو يركز الهجوم عليها، فلازم ان هي تاخد بالها وان هي تحتمي كويس. والساحره على طول بنشوف ان هي بتكون مصدومه وبتكون مش عارفه ان هي تقول ايه، وبتقعد تسال نفسها وبتقول هو مين القوي اللي انا شايفاه قدامي ده. ولما كل حاجه بتخلص بنشوف ان اورتو بيكون بيعمل يبلغ مجموعته ان العدو كان خسر كتير وان هم ما عندهمش ولا اصابه، ودي تعتبر احسن نتيجه كانت ممكن تحصل. ولما الحرب بتنتهي بنشوف ان اورتو بيكون بيبلغ المجموعه بتاعته ان العدو اصلا بيكون خسر كتير وان احنا الحمد لله ما عندناش اي خسائر خالص. واورتو بيكون عارف ان هو اول لما المهمه تخلص فهم هياخدوا فلوسهم، بس دلوقتي بنعرف ان هو بيكون عنده فضول ناحيه ولدنا فان، يمكن ما فيش اصلا اي فلوس في الموضوع. وجزء من المغامرين بنشوف ان هم بيرفضوا بيقولوا ان هم وراهم مهمه تانية. وبعد لما هم بيمشوا بنشوف ان الساحره بلوريل بتقول ان هي هتقعد وان ولدنا فان كان انقذ حياتها وان هي عاوزه ان هي ترد له الجميل. والثلاثه المغامرين بنشوف برضو ان هم بيقرروا ان هم يقعدوا وبيقولوا ان احنا مستحيل ان احنا نصدق ان في طفل بيقدر ان هو يفكر كده، خصوصا ان ولدنا صغنون اصلا ولسه لحد دلوقتي ما كملش 10 سنين. والمغامر اورتو برضو بنشوف ان هو بيكون معاهم وبيقول ان ولدنا فان الصغنون يعتبر اذكى واقوى مقاتل نبيل هو كان شافه. والمغامرين بيقعدوا يقولوا ان هم عاوزين يشوفوا المكان هيوصل لحد فين تحت ايد ولدنا فان، فشكلهم كده هيقعدوا فتره علشان يساعدوه. وفي الوقت ده بنشوف ان الخادم سباردا بيقرب من ولدنا فان وبيقعد يبلغوا ان القرويين كانوا خلاص اتجمعوا عند المدخل، وفان بيقعد يقول للكل ان دي تعتبر اول مره ليا هناك فلازم الناس كلها تتجمع. واول لما ولدنا بيخش بنشوف ان هو بيبتدي ان هو يعرف بنفسه وبيقعد يقول لهم من دلوقتي ورايح فانا رئيسكم الجديد. وراجل عجوز بنشوف ان هو بيقعد يعرف بنفسه وبنعرف ان اسمه بيكون رواندا وده بيكون رئيس القريه، وبيقعد يشكر ولدنا علشان انقذهم وبيقول ان دي مش اول مره يحصل الهجوم ده وان هم كانوا اتهاجموا السنه دي اكتر من مره. وولدنا فان بيقعد يساله وبيقول له طب انت تتوقع ليه القريه دي عماله تتهاجم كتير قوي كده؟ والراجل العجوز بيبتدي ان هو يشرح وبيقول ان المدينه دي كانت
تبع قرية فريدانتو، وبيكون في فرسان بيكونوا بيحرسوا المنطقة، بس القرية دي للأسف كانت انفصلت عنها، فعلشان كده حياتهم كلهم بقت في خطر. وفان على طول بنشوف إن هو بيبتدي إن هو يعتذر لهم، وبيقول لهم إن أنا أبويا الملك للأسف ما عندوش معلومات كافية عن القرى الصغيرة اللي زي القرية دي. فرئيس القرية بيقعد يقول لهم علشان إحنا يا عم يعني قرية صغيرة فأنتوا تهملوها قوي كده، حرام عليكم يا متعجرفين. وولدنا بيقعد يقول إن الكلام اللي أنت بتقوله ده مش هيجيب أي نتيجة. وواحد من القرويين بنشوف إن هو بيتعصب يقول له وأنت فاكر نفسك مين علشان تتكلم بالطريقة المعفنة دي مع رئيس القرية؟ بس ولدنا بنشوف إن هو بيرد بيقول إن أنا أصلا مش جاي علشان أعمل مشاكل، إحنا جايين بس دلوقتي علشان نتكلم في مستقبل القرية. ولدنا فان بيكون عمال يعترف فعلا إنه بلا بيكون عليهم مسؤوليات كبيرة، وإن العيوب بتكون في القوانين اللي حطوهم مؤسسين المملكة، ومع ذلك فهم ما يقدروش إن هم يغيروا قوانين المملكة دلوقتي. بس بيقول إن دلوقتي في 3 خطوات لازم إن إحنا نعملها علشان نقدر إن إحنا نحمي القرية، وبيقول إن إحنا من دلوقتي ورايح فإحنا لازم إن إحنا ننتج حاجة بتكون غالية جدا، وبسبب كده فالمملكة مش هتقدر إن هي تتجاهل القرية دي بعد كده. تاني حاجة فإحنا لازم إن إحنا نكسب فلوس كتير علشان نقدر إن إحنا نجيب حراس يحموا القرية. ورقم 3 بقى فإحنا مش عاوزين كسل، ولازم إن إحنا كلنا نشتغل، ولازم إن إحنا نزود إنتاج القرية. وواحدة من سكان القرية بتقعد تقول إن إحنا كنا فكرنا في الكلام ده، بس للأسف الكلام بيكون سهل جدا. وولدنا بيقعد يقول لهم إن الكلام ده كان يعتبر زمان، بس علشان أنا سفاح وموجود فأنا أقدر إن أنا أعمل لكم كل حاجة، وأنا هعمل كل اللي عليا عشان أقدر إن أنا أدافع عن القرية وإن أنا أطورها. والكل ساعتها بنشوف إن هو بيسكت، وولدنا على طول بيفهم إن هم بيكونوا مش واثقين فيه. والخادم سباردا على طول بنشوف إن هو بيقرر إن هو يتدخل، وبيقول إن هو يعتبر واحد أصلا من خدم الملك، وبيطلب منهم إن هم لازم يثقوا في رأي ولدنا فان الصغنون، وبيقول لهم إن هو دلوقتي يعتبر زي ما القرية وإن هو عنده 8 سنين، وكل ده علشان هو عبقري. والمقاتل ده بيعرف نفسه بيقول إن هو نائب قائد الفرسان، وإن هو موجود بس علشان يخدم ولدنا فان الصغنون. والقرويين على طول بنشوف ان هما بيتفاجئوا وبيرتاحوا اول لما بيعرفوا ان اللي واقف قدامهم دول الناس بالتقل ده. فروان رئيس القريه على طول بنشوف انه بيسال ولدنا فان، وبيساله هو انت تقدر ان انت تستخدم سحر العناصر؟ فولدنا على طول بنشوف ان هو بيوضح بيقول ان هو ما بيقدرش يستخدمه وان مهارته بتكون في سحر الانتاج، فعلشان كده فهم لازم ان هم ما يستنوش كتير منه في اي عرك. فده على طول بنشوف ان هو بيطفي حماس القرويين. بس راجل تاني بنشوف ان هو بيقعد يسال عن الضرايب، خصوصا ان احنا بنعرف ان هم بيكونوا لازم يدفعوا 30% من المحصول، وولدنا بنعرف ان هو كان خلاص قرر ان هو هيقللها ل 10%، وده الفترة، وان الاهم دلوقتي فهم لازم ان هم يكونوا مستقرين. والقرويين بيكونوا مبسوطين جدا لان ده يعتبر احسن خبر هم كانوا سمعوه من فترة. وبعدها ولدنا فان الصغنون بنشوف ان هو بيقعد يقول ان هو لازم يقوي اسوار المدينة، وبيسأل الخادم سباردا اذا كان سحر الارض بتاعه بيقدر ان هو يعيش، وبنعرف ان الجدار هيكون قوي طول ما السحر شغال، بس لو الطاقة خلصت فهو للاسف هيكون هيتحول لشوية تراب. وولدنا بيعرف على طول ان هو لازم يبدله بحاجة اقوى، بس بيطلب منه ان هو على الاقل لازم يعمل سور مؤقت. وعلى طول بنشوف ان الخادم بيعمل سور تراب في ثواني، والكل طبعا بنشوف ان هم بيكونوا مسبهلين. وولدنا بيقول ان هو عاوز كمان يعمل خندق علشان ان هو يصعب الموضوع على اي حرامي. وداي ساعتها بنشوف ان هو بيقول ان انت لازم تسيب المهمه دي للفرسان وان هم يعملوا على اكمل وجه. وبعد فتره بنشوف ان ولدنا بيكون قرر ان هو لازم يستخدم سحر الانتاج بتاعه في الغابه ولازم ان هو يجربه. وبنشوف ان هو بيكون بيستخدم سحره على شويه خشب، وبيكون حاسس بعد كده بحراره في معدته، ولما الطاقه بتكون خلاص وصلت لصوابعه بيبتدي ان هو يتخيل الخشب وهو بيكون قاعد بيتجمع حوالين بعض لحد ما بيقدر ان هو يعمل مكعب من الخشب. والاتنين بنشوف ان هم بيكونوا قاعدين يبصوا لولدنا باستغراب، وولدنا بيشرح لهم ان ده يعتبر بلوك خشب متين، وهما الاتنين طبعا بيكونوا مش فاهمين اي حاجه. بس ولدنا بنشوف ان هو برضه بيكمل تصنيعه وما بيهداش. والمغامرين اول لما بيشوفوها بيعرفوا ان هي بتكون خفيفه جدا وان هي قويه، واورتو بيكون بيحاول ان هو يكسر واحده بسيفه، بس بنشوف ان البلوك ما بتحصلهاش اي حاجه. ساعتها ولدنا بيعرف ان البلوكات الخشبيه دي في المستقبل فهي هتكون مفيده جدا ليهم. وولدنا بنعرف ان هو قعد طول اليوم كان عمال يصنع في البلوكات دي. والخادمه تيل بتساله بعد كده وبتقول له انت صحتك كويسه ومش حاسس باي استنزاف من المانا؟ فولدنا اصلا بيساله بيقول له هو يعني ايه اصلا طاقه مانا؟ انا مش فاهم حاجه. بعدها ولدنا بنشوف ان هو بينجح ان هو يحول بلوك من البلوكات دي لسيف قوي جدا، وكاسن ساعتها بنشوف ان هو بيتبهر بالسيف. وولدنا فال بيدوا له هديه، وتيل بنشوف انها بتكون مستنيه هديتها بس بتتخضى اول لما ولدنا فان بيكون اتدفس مرعب. وولدنا فان بنشوف ان هو بيحس بالذنب وبيقرر ان هو يعمل لها حاجه حلوه. وبالليل بنشوف ان ولدنا جسمه بيكون متكسر لان هم بيكونوا معسكرين في الارض بقالهم كتير. وولدنا بنعرف ان هو بيكون بقاله فتره كبيره ما استحماش وريحته خايسه. تاني يوم بنشوف ان العجوز رواندا بيكون شاف بلوكات كتير جدا بيكون ولدنا حطها في نص القريه. وولدنا بنشوف ان هو بيساله بيقول له انا ممكن اخد المكان ده وكمان ابني فيه بيت ليا؟ فالعجوز بيقول له ان الساحه دي ما حدش كان استخدمها من فتره كبيره وتقدر ان انت تعمل فيها البيت بتاعك. وولدنا على طول بيشكره وبيبتدي ان هو يشتغل، وعلى طول بنشوف انه بيبتدي بالعواميد بتاعه البيت، وبيقدر ان هو يعمل كابلات رفيعه في الارض علشان يثبت العواميد دي. وبعد كده بنشوف
بنشوف ان هو بيقدر ان هو يعمل الارضيات والحيطان وبيربطهم ببعض، وبعد كده بيحط عليهم السقف، وفي ثواني بنشوف ان ولدنا بيكون قادر ان هو يعمل قصر كبير جدا بسحر. وطبعا كلهم بيكونوا مبهورين اول لما بيشوفوا القصر اللي ولدنا قادر ان هو يعمله، وبيكون حرفيا القصر ده كله اتعمل في ثواني. وولدنا ساعتها بيكون حاسس بالعظمه اللي هو عملها، وبيقول الواضح كده ان سحر الانتاج بتاعي شكله قوي ومفيد لكل الناس، والناس كلها بيكونوا مصدومين من البيت اللي ولدنا كان قادر ان هو يعمله، وكلهم بيكونوا مش مصدقين ان ولدنا هو اللي عمله. حتى الخادمات اللي بنشوف ان هي بتكون مصدومه من جمال البيت، وكاسم بيقعد يقول ان سحر الانتاج بتاع ولدنا فاني بيكون احسن بكتير جدا من سحر العناصر. بس لحد دلوقتي ولدنا بنعرف ان هو بيكون مقتنع ان السحر العناصر الهجومي بيكون احسن من سحر الانتاج بتاعه، علشان سحر العناصر بيكون بيقدر ان هو يدافع عن القريه من اي هجوم. وولدنا برضه بيقول لهم ان لو كان اي لورد غيري عنده سحر العناصر فكان هيقدر ان هو يحمي القريه. بس تلو كاسم بنشوف ان هم بيقولوا له الكلام اللي انت بتقوله ده مش حقيقي، والقريه اللي انت موجود فيها دي تعتبر فقيره جدا، وسحر الانتاج بالنسبه لهم فهو هيكون اهم من اي سحر هجومي. وفعلا الجدس برضه بنشوف ان هو بيأيد رايهم، وبيقول له ان سحر الانتاج بتاعك هو المهم دلوقتي، وان احنا لو كنا فعلا في زمن حرب فسحر العناصر فعلا هو اللي هيكون اهم، بس احنا دلوقتي في فتره سلام وفي فتره تعمير وبناء، فعلشان كده سحر الانتاج بتاعك هو يعتبر احسن حاجه. وبيقول له ان السكان دلوقتي بيكونوا بيدوروا على اي حد يقدر ان هو يحسن الحياه بتاعتهم، مش حد يستخدمهم ويحارب بيهم. وساعتها ولدنا بنشوف ان هو بيتحمس وبيقول لهم ان انا مبسوط جدا من الكلام بتاعكم ده، وبيقعد يقول لهم ان انتوا لو كنتوا جمعتوا لي خشب فانا مستعد ان انا ابني لكم المدينه كلها، وان انا ساعتها ابني لكل واحد فيكم بيت. وعلى طول بنشوف ان اورتو ودي بيبتدوا ان هم يتخانقوا علشان ولدنا فان يكون هو اللي هيبني البيت بتاعه اول واحد. وبنعرف ان الموضوع اصلا ما بيوقفش لحد هنا، ده حتى رواندا رئيس القريه والسكان كلهم بيجوا لولدنا وبيكونوا عمالين يطلبوا من ولدنا فان ان هو لازم يبني لكل واحد منهم بيت، وكل واحد من سكان المدينه بيكون عمال يتخيل بيت احلامه زي ما انا نفسي كده في سيت اب احلامي. وطبعا ولدنا فان بنشوف ان هو بيكون مصدوم جدا من الطلبات دي كلها، وبيقول شكلهم كده هيخلصوا المنى بتاعتي. وبنشوف ولدنا فان بعد كده بيكون عمال يستخدم سحر الانتاج بتاعه، وبيقدر ان هو يغير التصاميم ويعمل بيوت جديده لسكان القريه، وبيحول البيوت كلها لبيوت حديثه وشكلها بيكون جميل جدا. وسكان القريه حرفيا كلهم بنشوف ان هم بيكونوا مبهورين ازاي ولدنا السفاح قدر ان هو يغير تصاميم البيوت القديمه لا وكمان يعمل بيوت جديده. وولدنا فان بيبتدي ان هو يشرح لهم بعد كده، بيقول لهم ان ده يعتبر فن التخطيط بتاعي، وان انا كنت حاولت ان انا اخلي المباني كلها جنب بعض وتكون قريبه علشان بس كلها تكون على مستوى واحد مفيش حاجه منها تجرح العين. وبيقول ولدنا بسبب كده فاحنا قدرنا ان احنا نعمل مساحه كبيره في القريه وان احنا لازم ان احنا نستغلها. وبيوعدهم وبيقول لهم ان كل واحد فيكم لما يخش البيت فهو هيلاقي بيت احلامه. والقرويين بنشوف انهم بيتجمعوا حوالين ولدنا فان، وكل واحد فيهم بيكون جايب له الهديه اللي هو يقدر عليها، شويه خضار كده على شويه فاكهه حاجه كده على مواسم. وبنعرف ان ولدنا فان كمان كان بنى حمام جنب القصر بتاعه، وبنشوف ان الخادمات اللي بتكون خدت الساحره بالورير وكلهم راحوا على الحمام المغربي اللي ولدنا كان عمله لهم. وطول ما تل بتكون قاعده في الحمام بنشوف ان هي بتكون عماله تتكلم عن ولدنا وقد إيه ولدنا الصغنون بيكون سفاح في استخدام السيف وكمان في استخدام السحر. وتاني يوم ولدنا بنشوف ان هو بيتفاجئ لما بيعرف ان المقاتلين كان قدروا ان هم يعملوا خندق حوالين السور اللي سباردا كان قدر ان هو يعمله. بس ولدنا بيكون حابب ان الخنادق دي لازم ان هي تتملي ميه، ساعتها هتصعب على اي حد ان هو يقدر ان هو يعديها. بس بيقول ان الميه اللي عندنا فاحنا محتاجينها وان احنا لازم نستخدمها في الزراعه، وبيقول ان احنا لازم نأمن مصدر تاني للميه في القريه. فعلى طول بيبتدي ان هو يحول الميه من نهر قريب، وده عن طريق ان سباردا كان حفر نفق طوله 10 متر، وخلى كاسانو والقائد دي ان هم يبتدوا حفر النفق ويبتدوا ان هم يظبطوا الطبقه بتاعته. وولدنا برضو بنشوف ان هو بيستخدم على الخندق ده سحر الانتاج بتاعه بيكون بيظبط الارضيه. والمقاتل دي وكاسانو باقي المغامرين بنشوف ان هم كلهم بيكونوا شغالين بكل حماس في الخندق، وبيكونوا بيحاولوا ان هم يخلصوه في اسرع وقت علشان يعملوا مصدر ميه. وبنشوف ان هم بيكونوا شغالين 24 ساعه ومحدش فيهم بيريح، لدرجه ان كاسانو والمغامرين خلاص بيكونوا جابوا اخرهم وبيكونوا خلاص تعبانين. بس المغامر دي السفاح بنشوف ان هو بيكون مش حاسس باي تعب، وطبعا ولدنا بيكون مستغرب وبيقول ان انا عمري ما شفت المقاتل دي تعبان، ومع ان الشغل ده اصلا بنعرف ان هو كان محتاج اسبوع الشباب قدروا ان هم يخلصوه في يوم ونص. وولدنا الصغير فان بيكون عمال يشكرهم على الجهد الكبير اللي كانوا قدروا ان هم يعملوه، وبيقول لهم ان احنا دلوقتي جاهزين ونقدر ان احنا نستقبل الميه في الخندق. وبيقول لسباردا ان هو يفتح البوابه بتاعه الخندق لان هم كانوا مطببينه. واول لما سباردا بيشيل الحاجز الصخري بنشوف ان الميه على طول بتجري، وكلهم بيكونوا مبسوطين وعمالين يعيطوا. وسكان القريه برضه بيكونوا مبسوطين جدا لان هم لاول مره بقى عندهم فايض ميه. بس ولدنا الصغنون بيكون
بيكون خايف ان ممكن يحصل فيضان وان منسوب الميه يعلى، فبيقول ان هو لازم يعمل بحيره وان هو يخزن ميه علشان يقدر ان هو يتحكم في المنسوب. وتل بتقول بعد ما البحيره اتعملت تخيلوا ان القريه دي اصلا كانت بتعاني من الجفاف، بس دلوقتي بقى عندنا مصدر ميه للفيضان. وبتتنقل بينا الصوره وبنشوف بنوته صغيره بيكون اسمها ارتي. البنوته دي بتكون موجوده مع الحارسه بتاعتها، وبنعرف ان هم بيكونوا في طريقهم وان هم متجهين للقريه اللي بيحكمها ولد نفان، والحارسه بتاعتها بتكون عماله تلعبها. ولما بنرجع للقريه بناخد بالنا ان الحاجز الترابي اللي سباردا كان عمله كان اتغير، وان ولدنا بسبب سحره كان قادر ان هو يحوله لخرسانه قويه. والمغامرين بيقعدوا يقولوا ان قطاع الطرق لو كانوا حاولوا او فكروا ان هم يهجموا علينا فاكيد احنا هنعرقبهم، بس ولدنا بيكون حاسس ان الحاجز اللي هو عمله ده لحد دلوقتي مش كفايه. فبنشوف ان هو بيقرر ان هو يحط شويه اسلحه حربيه زياده، وبنشوف ان الاسلحه اللي بتقدر ان هي تطلع سهام دي ولدنا اصلا اللي كان قادر ان هو يعملها. وولدنا قادر ان هو يحول القريه الغلبانه لقلعه حربيه. ودي بيقعد يقول ان الملك لو كان عارف القوه الكبيره اللي موجوده عند ولدنا فان فكان مستحيل ان هو يطرده، واكيد كان هيعينه المستشار بتاعه. وسباردا برضه بيكون متفاجئ، بس بيقول لدي ان انت لازم ما تبالغش في قوه ولدنا فان. فبيقول له يا عم انت مش شايف هو قادر يعمل ايه يا عم، والقوه الجباره اللي بتكون موجوده عنده في سحر الانتاج دي احسن من سحر العناصر. والاتنين حرفيا بنشوف ان هما بيكونوا عمالين يتخانقوا لحد ما ولدنا بيقعد يقول لهم ان الخلاق اصلا ملوش اي تلاتة لازمه، والمهم ان احنا نستخدم مواهبنا ونفيد بيها الشعب. بس فجاه بنسمع صوت بطن ولدنا وبتكون عماله تزقزق، فتل على طول بتاخده وبتعمل له اكل علشان يطفح، وبتقول له معلش يا ريس الاكل ممكن ما يعجبكش ان انا استخدمت المكونات اللي موجوده. فولدنا على طول بيعرف ان القريه بيكون عندها نقص للموارد الغذائيه. فسباردا بيقول له ايوه ده فعلا لان التجار ما بيعدوش هنا غير مره واحده كل شهر. فولدنا بيقول دلوقتي ان احنا خلاص بقى عندنا ميه، فاحنا من دلوقتي لازم ان احنا نستخدم الميه دي في زراعه المحاصيل الزراعيه ويكون عندنا فايض. وفان بيكون قاعد بيحاول يدور على اي حاجه يقدر ان هو يميز القريه بيها علشان بس يقدر ان هو يجذب التجار من كل مكان ان هم يجوا يتاجروا مع القريه دي. وتاني يوم بنشوف ان ولدنا بياخد صحبته وبياخد واحد من المغامرين، وده علشان بس ان هو يدربهم على استخدام الاسلحه اللي هو كان عملها لهم هديه. بس بيتفاجئ اصلا ان هم بيكونوا مش عاوزين ان هم يستخدموها، وبيكونوا معتبرين ان دي هديه بتكون جايه من القائد بتاعهم فمش هيستخدموها في العركه. بس ولدنا بنشوف ان هو بيجبرهم ان هم يتعلموا استخدام الاسلحه اللي هو كان عملها علشان يقدروا بس ان هم يحموا نفسهم. والمغامر بنشوف ان هو مره واحده بيطلع درع قوي، وبنعرف ان الدرع ده اصلا بيكون معمول من جلد وحش الاورك، وبيقول ان هو صلب جدا ومستحيل ان هو يتكسر. وبيجي الدور على الولا كاسن علشان يجرب استخدام السيف، وبمجرد ما بيحط السيف على الدرع حرفيا بنشوف ان الدرع بيتقسم نصين. وفان بيكون مستغرب جدا ان السيف اللي هو عمله فهو قوي جدا وقدر ان هو يقطع الدرع بكل سهوله. والمغامر التخين بيكون عمال يعيط علشان الدرع بتاعه كان اتقطع. فولدنا علشان خاطره بنشوف ان هو بيستخدم سحر الانتاج عليه وبيقدر ان هو يرجعه له حته واحده، وبيعدي من جنبهم اورتو بالصدفه، وبيكون مجمع شويه موارد سحريه نادره كان قادر ان هو يجيبها من رحلته في الجبال اللي بتكون موجوده جنب الغابه. وبنعرف ان هو بيكون جمع خامات نادره من الحديد والذهب والنحاس، وبيقول لولدنا فان لو انت محتاجها فهي تحت رجليك لاي حاجه. وولدنا فان بيتفاجئ اول ما بيشوف وسطيهم معدن المثريل النادر، وبيقعد يقول هو ليه سكان القريه اصلا ما كانوش جمعوا الموارد دي قبل كده. فاورتو بيقول له عشان الموارد دي بتكون موجوده جوه الجبال وبتكون بعيده جدا، وبيكون كمان في وحوش قويه موجوده هناك. والمره دي بنشوف ان ولدنا بيستخدم سحر الانتاج على معدن الحديد، وده بس علشان يعمل المكعبات السحريه بتاعته. وساعتها المغامر التخين بنشوف ان هو بيستغل الفرصه وبيطلب من ولدنا فان ان هو يعمل له سيفين، واحد يكون كبير والتاني صغير، ودي من المكعبات السحريه اللي هو كان صنعها من عنصر الحديد. وولدنا ما بيرضاش ان هو يزعله علشان هو كان قطع له الدرع بتاعه اخر مره، فعلى طول بنشوف ان هو بيستخدم قدرته السحريه وبيبتدي ان هو يعمل له اول سيف. والتختوخ بنشوف ان هو بينبهر من حجم السيف وجماله، وولدنا بيبتدي ان هو يركز علشان يعمل له السيف الطويل التاني اللي هو كان طلبه. وفعلا اول لما ولدنا بيخلصه فان اصلا بيكون مبهور من حجم السيف وجماله، لدرجه ان المغامر التختوخ خلاص بيكون واقع في حب السيف ومش مصدق ان هو معاه سيف بالعظمه دي. وارتباع المغامرين بيقولوا لولدنا ان انت لازم تعمل لنا سيوف زي دي، فولدنا بيقول لهم ان انتوا لازم تجمعوا لي الموارد وانا هعمل لكم اي حاجه انتوا عاوزينها. وبنشوف سباردا بيكون معاه قطعه من حجر المثريل، وبيقول لولدنا انا ممكن اقتنع ان معدن الحديد والذهب ممكن يكونوا موجودين في الغابه، بس معدن المثريل مستحيل ان هو يكون موجود هناك، واكيد في دماس بيكون موجود جوه الغابه علشان كده المعدن ده بيكون موجود. وبيقول لولدنا ان احنا لو قدرنا ان احنا نكتشف مكان الدماس ده فاحنا ساعتها كبلد هنكون حققنا انجاز بيكون عظيم جدا، ووضع البلد دي كلها هيتغير، وكل التجار حرفيا هيجوا من كل مكان علشان بس انهم يعملوا معانا تجاره ويقدروا ان هم ياخدوا الموارد اللي احنا هنطلعها من الدماس ده. وولدنا فان بنشوف ان هو حرفيا بيتحمس جدا للفكره، وبيقول ان احنا لو قدرنا ان احنا نوصل لمكان الدماس فاكيد ان احنا نقدر نستخرج منه مواد بتكون نادره جدا، وساعتها التجار هيكونوا عندنا زي الرز. وسباردا بيقول لولدنا ان النقابه اول لما بتسمع ان في دماس بيكون موجود في مدينه معينه فهي بتقرر على طول ان هي لازم تفتح
فرع قريب علشان تبتدي تستقبل طلبات المغامرين اللي بيكونوا عاوزين انهم يخشوا الدماس. بس ولدنا بنشوف ان هو بيتضايق وبيقول ان مفيش اي موارد كافيه، والنقابه اكيد مش هتوافق ان هي تفتح فرع في البلد عندنا، وان المغامرين لو جم من كل مكان فاحنا مش هنقدر ان احنا نوفر لا ميه ولا طعام. فاورتو بيقول لهم انتوا اصلا سابقين الموضوع ده، واحنا المفروض ان احنا نلاقي الدماس الاول. والساحره بولوريل بتقول ان احنا اصلا المفروض قبل ما احنا ندور على الدماس فلازم ان احنا نطور القريه بتاعتنا، ولازم ان هي تكون قويه وان هي ما تحتاجش اي حاجه من بره، علشان بس ما فيش اي دوله تاني تفكر ان هي تغزونا. فولدنا بنشوف ان هي بتعجبه الفكره بتاعتها، وبيكون عمال يشكرهم جدا على الاقتراحات اللي عماله تطلع دي. ولما ولدنا بيرجع بعد كده القريه هو وتيل، بيتفاجئ بواحد من سكان القريه بيكون عمال ينادي عليه وبيقول له ان في سلاحف مدرعه بتكون عماله تهجم علينا، وكلهم بيكونوا جايين من ناحيه الطريق الرئيسي. فولدنا فانا على طول بنشوف ان هو بيأمر كل سكان القريه ان هم لازم يخشوا جوه، ولازم ان هم يقفلوا البوابات حالا. وبعد لما سكان القريه كلهم بيتجمعوا بنشوف ان ولدنا بيتشجع وبيقعد يقول لهم انا عارف ان انتوا خايفين من العركه، بس اعرفوا ان احنا ممكن نتعرض لاصابات خطيره جدا، بس اعرفوا ان حياه الجميع بتكون معتمده على نجاحنا في المعركه دي. وبيقعد يقول لهم ان انا قوتي لوحدها فهي مش هتقدر ان هي تحمينا كلنا، فعلشان كده فانتوا كلكم لازم تمنحوني قوتكم. والقرويين بيكونوا اتحمسوا كلهم من خطبه ولدنا فن التشجيعيه، وبيقولوا ان هم يحاربوا لاخر نفس عندهم بس علشان يحموا القريه. وولدنا على طول بنشوف ان هو بيأمرهم ان هم لازم يتحركوا للسور، وولدنا فن بيقرر ان هو يطلع بنفسه وان هو يترأس العركه دي. بس بنشوف ان تل بتمسك دراعه والدموع بتكون في عينيها، وولدنا فان بيكون عارف ان هي بتكون خايفه عليه جدا، فما بيرضيش ان هو يزعلها، وبيطلب من المغامر دي ان هو لازم يطلع فوق السور وان هو ينقل له الصوره اللي هو شايفها اول باول، وان هو هيكون موجود تحته وان هو يدي الاوامر. فدي على طول بنشوف ان هو بيوافق وبيطلع جري على السور، وبيتصدم على طول من اللي بيشوفه، وبيقول لولدنا فان ان في تقريبا 40 سحلية مدرعه بيكونوا جايين علينا، وبيقول له ان تقريبا طول الواحده بيكون 8 متر. ودي على طول بيبتدي ان هو يقلق من المنظر اللي هو شايفه، لان حتى فرسان المحاربين القدامى ما يقدروش ان هم يخلصوا على العدد الكبير ده، وبيكونوا اصلا بيتعبوا علشان يخلصوا سحلية واحده. وولدنا فانا على طول بيأمرهم ان هم لازم يجهزوا السهام الحديد بتاعتهم في المنجنيق، وعلى طول دي بيتحرك علشان ينفذ الاوامر. وبنشوف ان الفرسان بيقعدوا يقولوا للمغامر دي ان اصلا الاسهم دي مش هتقدر ان هي تأثر في جلد وحوش السحالي، وبنعرف ان دي بيكون عارف ده كويس جدا. والمقاتل دي بيقول ان هو كان كسب كل معركه هو دخلها في حياته، بس بيقول ان هو المره دي هيسيب احساسه ان هو يعتمد على ولدنا الصغنون فان. وبيأمر الكل ان هم لازم يجهزوا المنجنيق وان هم لازم يضربوا على طول. وبنشوف ان السهام حرفيا بتختفي اول لما بتلمس السحالي، والمقاتل دي بيتفاجئ اول لما بيعرف ان السهام قدرت ان هي تخرق كل السحالي، والسحالي المدرعه اللي كانت اتخرتقت بنشوف ان هي بتترمي على الارض على طول. وبنعرف ان من اول هجوم القرويين كانوا قدروا ان هم يوقعوا 10 من السحالي، ودي على طول بينبهر من جوده الاسلحه اللي ولدنا بيقدر ان هو يصنعها، وكمان من جوده الاسلحه نفسها. وبيقعد يقول للناس كلها ان هم لازم يستعدوا للجوله الثانيه، والفرسان بيقعدوا يقولوا انه ما بقاش فيه غير سهم واحد بس لكل منجنيق. فبنشوف ان دي بيقعد يقول لهم ان ده مش مهم، وبنشوف ان هو بيجهزوا وبيقدروا ان هم يوقعوا السحالي فعلا. بس بنشوف ان النص السحالي بيكون لسه موجود والذخيره بتكون خلصت، ودي بيكون بلغ فان اللي بدا ان هو يفكر في حل. وبعد كده بيفتكر ان سيف كيمسون الخشبي كان قدر ان هو يقطع درع المغامر التختوخ، وبيقول ان الخطه دي ممكن تنفع مع السحالي، وبيقرر ان هو لازم يستخدمها في الهجوم. وبيقول له دي اللي انت لازم تستخدم الاسهم الخشب في الهجوم. الفرسان على طول بنشوف ان هم بيقولوا ايه العبط ده، وش تقول انت وش تقول، وان الخشب مستحيل اصلا يقدر ان هو يخترق الدرع بتاع السحالي. بس دي ساعتها بنشوف ان هو بيقعد يزعق فيهم وبيقول لهم يا ورع انت يا ورع، لان فان كان اثبت لهم قبل كده ان هم غلط وان هو دايما بيكون بيثق فيه. وبيقعد يامرهم ان هم لازم يجهزوا السهم الخشب وان هم يضربوا، والسهم الخشب برضه بتقدر ان هي تخترق جلد السحالي، وعلى طول بيترموا على الارض وبنلاقي ان هم كلهم ماتوا. ودي ساعتها بيتاكد ان خلاص محدش يقدر ان هو يغلبهم، وبيقول للقرويين ان هم لازم يضربوا تاني علشان النهارده هيكون العشاء لحمه. والقرويين فعلا بيكونوا نفذوا الاوامر كلها وبيكونوا اتحمسوا، وبيكونوا ضربوا عدد كبير جدا من الاسهم على السحالي وقدروا ان هم يخلصوا عليهم كلهم. ودي على طول بنشوف ان هو بيعلن النصر وبيقول لولدنا فان ان انت السبب اصلا في النصر ده. والقرويين بيكونوا عمالين يهللوا وبيصوتوا. وتل على طول بعد المعركه بنلاقي ان هي بتكون عماله تهضم في ولدنا فان، بس ولدنا بيكون مش فاهم ازاي الاسهم الخشبيه كانت قدرت ان هي تنجح. والفرسان بياخدوا بالهم انه محدش فيهم كان اتصاب، ودي بيكون حاسس كده ان المعركه تقريبا كده خلصت بسرعه. والقرويين بيجمعوا جثث السحالي وبيبتدوا ان هم يشفوها، وارسو بيقعد يقول لهم ان انتوا لازم تحافظوا على حاجات مهمه في الجثث دي علشان هي شكلها كده هتتباع، واللحمه لازم ان هي تتشال للاكل. وبيقول ان تقطيع السحالي ده بياخد وقت طويل، وغالبا اللحمه بتكون باظت قبل لما هم يخلصوا، بس بفضل السكاكين اللي ولدنا الصغنون فان كان قادر ان هو يعملها فالموضوع يعتبر سهل جدا. وفي اللحظه دي بيكون ولدنا كان وصل وخلاص شاف جبل اللحمه، وبيقول ان هو لازم يعمل حفله
حفلة كبيرة جدا علشان النصر، وبالليل بنشوف ان كلهم بيكونوا عمالين يلغوا في لحمة، وفريق قرصه بيكونوا عمالين يقولوا لولاد نفان ان الاسلحة اللي هو كان عملها اليوم كانت سفاحة. دي على طول بيسمع الكلام ده وبيتعصب، بيقول لولادنا يا عم يعني انت عملت لهم اسلحة قبل يا عم. وفريق قرصه على طول بيبتدوا ان هم يتمنظروا بالسيوف بتاعتهم، ودي على طول بيبتدي ان هو يتضايق وبيقول لولادنا ان انت لازم تعمل لي سيف زيهم. وباقي الفرسان برضه بيكونوا نفسهم في اسلحة، وولادنا طبعا بنشوف ان هو بيكون مكسوف ومش عاوز ان هو ياخد منهم اي مليم، وبيقعد يقول لهم ان هو مشغول دلوقتي وبيوعدهم ان هو هيعمل لهم سيوف في اقرب وقت. بعدها قرصه بيقول لولادنا ان تقريبا السحلية بتتباع ب 20 عملة ذهبية، بس طالما اصلا اغلب اللحمة هتبوظ فهو ممكن ياخد 8 قطع ذهبية على الواحد. وولادنا فين الصغنون كمية الفلوس بتجننه، بس سبارتا على طول بيصدموا بالخبر الواحد، بس بيقولوا ان القرية لو كانت كسبت اكتر من 100 عملة ذهبية فهو لازم ان هو يدي نصهم للمركز كضرايب. وفان ساعتها بيحس ان الارباح هتنزل تقريبا 150 عملة ذهبية، والاسوأ ان ابوه هيعرف ان القرية بقت خلاص غنية، وهو لو عرف كده فهو ممكن ياخدها منه وهيبعته لمكان تاني هيبقى ازبل من القرية دي. بس سبارتا ساعتها بنشوف ان هو بيقول له انا عندي اقتراح جامد، وبيقول له ان احنا ممكن نبلغ اخوك بالخبر وان هو اللي هياخد شرف الانتصار علشان محدش يشك فيك. تاني يوم بنشوف ان في 2 تجار بيكونوا خلاص وصلوا القرية، وبيتصدموا لما بيشوفوا ان سور القرية بقى عامل زي الحصن، وبيكونوا فاكرين نفسهم ان هم تايهين وان هم كانوا وصلوا لمكان تاني، لحد ما ولدنا الصغنون فان بيظهر من فوق البوابة بيقعد يرحب بيهم. والتجار على طول بيتصدموا اول لما بيعرف ان ده ولدنا فان ابن المركز العبقري، وبيكونوا مستغربين هو بيعمل ايه في المكان زي ده، وبيقعدوا يعرفوا نفسهم بعد كده، وبنعرف انهم اسمهم بيل ورانجو. وولدنا بعد كده بيدخلهم جوه، اول لما بيخشوا المخزن بيكونوا مسبهلين ومستغربين من كمية اللحمة والجلود، وما كانوش مصدقين ان في قرية قدرت ان هي تصطاد كل العدد ده. بس ولدنا بيقعد يسالهم وبيقول لهم هو انتوا تقدروا ان انتوا تشتروا الحاجات دي كلها؟ فالتجار على طول بتشوف ان هم بيوافقوا من غير اي تردد، وبيقولوا له ان احنا تقريبا هنحتاج مدة شهر علشان نجهز فريق علشان يقدر ان هو يقيم البضاعة دي كلها. وولدنا بيوافق وبيديهم شوية لحمة ببلاش، وده في الاغلب علشان هي هتبوظ علشان هو مش عارف يخترع تلاجة. بعدها ولدنا بيوريهم شوية اسلحة للبيع، فهم على طول بنشوف ان هم بينبهروا من جودتها وعلى طول بيوافقوا على سعره من غير اي افصال. وولدنا على طول بيطلب منهم ان هم لازم يعملوا له دعاية، بس العيال بنشوف ان هم بيرفضوا لان هم بيكونوا عاوزين ان هم يحتكروا ولدنا فان لنفسهم. وبيقول لهم بعد كده ولدنا اول لما بيفهم هم بيخططوا لان انتوا حتى لو حاولتوا ان انتوا تخبوا فالناس هتقدر ان انتوا تكشفكم لان هم هيقعدوا يمشوا وراكوا. فعلى طول ولدنا بنشوف ان هو بيقول لهم على طريقة تانية يقدروا ان هم يكسبوا بيها فلوس كتير، وبيقول لهم ان انتوا ممكن تفتحوا محل في القرية بتاعتي. والتجار على طول بنشوف ان هم بيوافقوا وبيقعدوا يشكروا ولدنا، وقبل لما هم اصلا يفهموا هو ولدنا بيتكلم عن ايه بنشوف ان ولدنا على طول بيبني لهم المحل اللي هم نفسهم فيه، وبيقول لهم ان احنا من دلوقتي ورايح فاحنا هنشتغل سوا. بعدها ولدنا فين بنشوف ان هو بيكون عمال يتكلم مع الجد سبارتا عن القرية، وبنعرف ان ولدنا اصلا بيكون بيخطط ان هو يعمل مدينة تقدر ان هي تستحمل 10,000 راس، وبيقترح ان التصميم لازم يكون عامل زي النجمة علشان يخلي الهجوم عليه يكون صعب من اي زاوية. بعدها بشوية بنشوف ان في ضيفين بيكونوا وصلوا ولدنا بيكون مش متوقعهم، بتكون بنوتة صغنونة نبيلة وتقريبا بتكون في سنه، والبنوتة دي بنعرف ان بيكون اسمها ارتا وبيكون معاها الفارسة بتاعتها وبيكون اسمها تمبرا، وبنعرف ان هم بيكونوا جايين من مقاطعة بيكون اسمها فرناندو. وعلى طول ولدنا بيفهم ان هم اصلا بيكونوا جايين علشان يجسوا نبضه، والفارسة اصلا بتكون شاكة ان المركز كان بعت مع ابنه 5000 جندي، وبتقول ان هو ممكن يكون نقطة كويسة عسكرية ليهم. بس ولدنا بنشوف على طول ان هو بيقعد يضحك وبيقول ان ابوه اصلا كان طرده وان هو معهوش اي حد غير شوية الخدم اللي وراه. والجد سبارتا بنشوف ان هو بيقعد ياكد كلامه، وكلهم بيقعدوا يقولوا ان هم مع بارادتهم مش بامر حد. والفارسة ساعتها بتكون مش مصدقة طيب ازاي القرية قدرت انها تتغير كده، فولدنا بيقرر ان هو لازم يوريها بنفسه، وبيطلع بره وبنشوف ان ولدنا على طول بيستخدم سحر الانتاج وبيبني صروبة ضخمة جدا على طول في ثانية قدام عينيهم. فساعتها الفارسة على طول بتعرف ان ولدنا بيكون عنده سحر الانتاج مش سحر العناصر، وبتقعد تقول ان المركز ده شكله عبيط جدا لان هو كان ضيع موهبة مهمة. والفارسة بتقول ان هي اصلا كانت جاية علشان تعرض جواز البنوتة ارتي من ولدنا فان، وده بس علشان يقدروا ان هم يكسبوا ولاءه. بس بتقعد تقول ان هي في الاول كانت رافضة الفكرة، بس بعد ما شافت قوة ولدنا الصغنون فان السفاح اللي مش له حل فهي خلاص وافقته من غير اي تردد، لان ولدنا الصغنون فان مش له حل وشخصية قيادية. وولدنا على طول بنشوف ان هو بيقول ان هو بيرفض لان هو مش عاوز يخش في حوارات الحريم دي من بدري. وعلى طول ولدنا بيقرر ان هو يبني لهم فندق في لحظة علشان يباتوا فيه. وفي العشاء بنشوف ان ولدنا بيكون قاعد يتكلم مع البنوتة ارتي اللي خلاص بقت خطيبته، وولدنا بيكتشف تقريبا بعد ما بيقعد يتكلم معاها ان البنوتة الصغنونة تقريبا بتكون مطرودة زيه، وده علشان هي بتكون ما عندها السحر، معروف ان هي بيكون عندها سحر اسمه سحر العرايس. فولدنا على طول بيقرر ان هو لازم يرحب بيها في قريته وان هي لازم تحس ان هي موجودة في بيتها. والبنوتة على طول بتروح تنام وبتكون فرحانة جدا. وتاني يوم بنشوف ان الخادمة بتكون عمالة تصحي ولدنا فان
فان، وبتقعد تقول له ان انت لازم تقوم بسرعه لان انت كنت اتاخرت في النوم، وبتقعد تقول له ان انت لازم تشوف المصيبه اللي عندنا لان عندنا مشكله في البحيره. فولدنا بيكون مستغرب اول لما بيسمع اسم بحيره فان، وبيقول لها ان انا اول مره اسمع اسم بحيره فان ده، وايه ده؟ فبتقول له ان ده اسم البحيره اللي الناس كانت طلعته على البحيره اللي انت كنت عملتها اول لما جيت هنا. ولما ولدنا بيوصل هناك بيشوف ان كل سكان القريه اصلا بيكونوا متجمعين حواليها، والفارس دي بيقعد يرحب بيه وبيقول له ايه رايك يا ريس ان انت تبص في الميه كده. ولما ولدنا بيبص بنشوف ان بيكون في كائن غريب بيكون على شكل بنوته وبتكون طالعه دماغها بس من الميه، وبنعرف ان البنوته دي بتكون من فصيله بتكون بتعيش في الميه، ودي بتكون نص بشري ونص سمكه. وسباردا بيقعد يقول ان السمك ده مفروض ان هو يكون موجود في الانهار وان هو بيكون موجود في اماكن بعيده، واحنا مستغربين ان هم يكونوا موجودين عندنا في البحيره بتاعتنا. فولدنا الصغنون على طول بيبتدي ان هو ينادي عليها وبيقول لها وانت بتعمل ايه هنا؟ بس بنشوف ان السمكه بتسقع له اصلا ما بتردش عليه، وبيجيب اكل بعد كده، وبنشوف ان هو بيقرب من الميه وبيقعد ينادي عليها، والمره دي بتتحرك عليه وبنشوف ان هي بتقرب منه وبتستاذنه ان هي تاكل. ولما بتساله على نوع اللحمه ولدنا بيقول ان دي لحمه السحالي المدرعه اللي احنا كنا هزمناها. فالبنوته على طول بتستغرب ان السحالي كان ولدنا قدر ان هو يهزمها، واول لما بتعرف ان ولدنا هو اللي كان خلص على السحالي على طول بتنزل تحت الميه وبنشوف ان هي بتختفي، وولدنا بيكون مستغرب وبيقعد يسال نفسه بيقول ايه ممكن ان هي ترجع. فسباردا بيقعد يقول له ان هم يعتبروا وحوش نادره جدا وفي الاغلب هي مش هتيجي تاني. بس تاني يوم بنشوف ان البنوته اصلا تقريبا بتكون نادت على الناس كلها، وولادنا بيكون مستغرب من العدد الكبير اللي بيكون موجود منهم جوه الميه، وبيقعد يقول يا ترى يا السحالي اللي انا كنت خلصت عليها يا ترى هي كانت ضايقتهم قوي كده. وابو البنت بيطلب بعد كده ان هو يتكلم مع ولادنا فان، وبيقول له يا ريس يا صغنون هو انت فعلا اللي كنت قدرت ان انت تخلص على السحالي المدرعه؟ فولادنا بيقول له ان احنا ما كانش قدامنا اي حاجه وان احنا كان لازم ان احنا نخلص عليها لان هي اللي هجمت علينا. فبيقول له ان انت جامد ومش إلك حل وان انت لازم تتجوز بنت. فولادنا اول ما بيسمع الكلمتين دول بيقول له يا عم انت اللي انت بتقوله ده. فابو ساعتها بيقول له يا عم هو انت مش عاوز تتجوز بنتي ولا هي مش عاجباك؟ وبنعرف ان البنوته الصغنونه بيكون اسمها لادا، وبنعرف ان هي بتكون الاميره وان هي بنته الوحيده. ففان بيكون مستغرب وبيقول له اللي انت بتقوله ده يا عم بنوتك لسه صغنونه، وبيساله بيقول له هو في سبب معين تخلينا اكون عاوز ان انا اتجوز بنتك؟ فابوها بيقول له ان احنا طول عمرنا كنا بنحاول ان احنا نبعد عن البشر، بس الفتره الاخيره السحالي المدرعه كانت قدرت ان هي تغزو الانهار بتاعتنا، ولما عرفنا ان انت اللي كنت خلصت على السحالي المدرعه فانا قررت ان انت لازم تتجوز بنتي علشان تحافظ عليها وان انت تحافظ على السلاله بتاعتنا. فعلى طول ولدنا بيعرف ان الجوازه دي جوازه مصلحه، فولدنا بيقول له يا عم ما فيش اي داعي ان انا اتجوز بنتك، وانا كمان ما عنديش اي مانع ان انتوا تعيشوا في الميه بتاعتنا وما فيش اي حد اصلا هيقرب منكم. فالاب ساعتها بنشوف ان هو بيزقطط من العرض ده وبيكون عمال يشكر ولدنا ان هو خلاص قرر ان هو يحميهم، وولدنا على طول بنشوف ان هو بيضحي وكمان بيبني لهم استراحات. وطبعا الملك بيكون مبهور من ولدنا السفاح فان، وكلهم بيكونوا قاعدين يستجموا في الاستراحه اللي ولدنا كان قاعد بناها. وسباردا بيقعد يقول له ان احنا لازم نركز على صرف القريه، بس ولدنا بنعرف اصلا ان هو بيكون عامل شبكه صرف بتكون موجوده من تحت البيوت وان ميه النهر هي اللي هتنقي المواسير دي. فقائد الوحوش على طول بيعرض عليه ان هو عاوز يساعد في المشروع ده، وبيقول له ان احنا ملناش حل في الشغل جوه الميه. وفعلا بنشوف ان هم بيبتدوا ان هم يساعدوه بيفتحوا البوابه اللي بتخلي الميه انها تخش جوه المواسير. والملك بيقول له من هنا ورايح في ده هتكون شغلتنا احنا، وبيقول له دي هتكون حاجه بسيطه بس في المقابل ان احنا هنعيش في النهر. وبيوصلوا بعد كده البنات علشان يطمنوا على ولدنا فان، وبيتفاجئوا على طول اول لما بيشوفوا فصيله الوحوش اللي قدامهم، وقائد الفصيله على طول بنشوف ان هو بيرحب بيهم ويبتدي ان هو يعرفهم ببنته بيقول ان هي دي الاميره وان هي زوجة ولدنا فان. فبنشوف ان ارتي على طول بتتضايق والفارسه بنميره على طول بتساله بيقول له يا عم هو انت لحقت ان انت تتجوز؟ والبنوته الصغنون قبل لما هي تمشي بنشوف ان هي بتقعد تسلم على ولدنا فان، وحرفيا ولدنا بيكون مش عارف يعمل ايه. وبعد كده ولدنا بنشوف ان هو بياخد البنوته ارتي وبيكون قاعد في وسط الميه وبيقعد يقول الحقيقه وبيقول لها على فكره انا ولا متجوز ولا حاجه. فالبنوته ساعتها بترد عليه وبتقول له ان انا كنت عرفت كل حاجه، وبتعتذر له طبعا على اللي كان حصل. تبتدي ان هي تتكلم معاه وبتقول له ان انت سفاح وملكش حل وان انت بتعرف تستخدم السحر وان هو قدر ان هو يطور القريه الفقيره دي وان هو خلى القريه تعتبر مدينه ملهاش حل. فولدنا المتواضع بيقول ان انا ما كنتش عملت كده لوحدي. بس فجاه بنشوف ان البنوته بتظهر وبتقول له اهلا اهلا يا جوزي اللي ملكش حل. فالبنوته ارتي على طول بنشوف ان هي بتكون متضايقه وبتقعد تعرف بنفسها، بس واضح كده ان البنوته لادا هما الاتنين بيكونوا مش طايقين بعض. وبتتنقل بينا الصوره بعد كده وبنشوف الوحش ابو البنوته لادا بيكون ماسك ولدنا فان وبيقول له يا عم هو انت تعرف بنات تانية على بنتي؟ فولدنا بيقول له يا عم انا ولا اعرف بنتك ولا حاجه يا عم انا مش عاوزكوا اصلا. فساعتها الوحش بيقول له على فكره
فكرة احنا هنعمل منافسة ما بيننا وما بينكم، وان احنا لو فزنا في المنافسة دي فانت لازم ان انت ترتبط ببنتي. والفارس دي اول لما بيسمع كلمة منافسة بنشوف انه بيتحمس على طول، وبيقول له ان انت لازم توافق وما تقلقش احنا اكيد هنكسبهم. وكلهم بيكونوا عمالين يشجعوا ولدنا وبيقولوا له ما تقلقش انت اكيد اللي هتكسب المنافسة. وبنعرف ان المنافسة اصلا هتكون عبارة عن 3 جولات، والملك بيقول لولدنا انت اللي لازم تختار الجولة الاولى. وولدنا على طول بنشوف ان هو بيختار ان المنافسة الاولى تكون لعبة الطايرة في المية، وفريق ولدنا بيكون الخادمة بتاعته والفارسة بنيميرا، واللي بيكون قدامهم بيكون الملك وبنته لادا. وبتبتدي المباراة بعد كده وبنشوف ان ولدنا بيكون متفاجئ من قوة الأميرة وأبوها، وبسبب طبعا ان هما بيكونوا عايشين في المية فالمباراة دي بتكون سهلة جدا، والخادمة بتكون متضايقة جدا علشان هما خلاص هيخسروا. وبنيميرا بعد كده بنشوف ان هي بتزعلها وبتقول لها ان انت مش لازم ان انت تستسلمي. وبنشوف ان المباراة بتكون حماسية جدا، وللأسف الجولة الأولى بتنتهي بعد كده وبنشوف ان فريق ولدنا فان بيكون هو اللي خسر. وبنيجي للعبة التانية وبنشوف ان الملك هو اللي هيختارها اللعبة هتكون ايه، وبنعرف ان اللعبه بتكون عباره عن سباق ثنائي. وفريق ولدنا بنعرف ان هو بيكون متكون من قائد الفرسان دي والعيل الصغنن كوموسين. وبتبتدي الجوله التانية وبنشوف ان الولا كوموسين بيكون مش قادر ان هو اصلا يسبق البنوته لادا، وابوها بنشوف ان هو بيكون فرحان جدا علشان هي خلاص اللي هتكسب الجوله. بس مره واحده بنشوف ان قائد الفرسان دي اول لما بيخش السباق بيكون ملوش حل، وبيقدر بكل سهوله ان هو يكسب الجوله التانية. والملك ابو البنوته لادا بنشوف ان هو بيكون متضايق جدا ان هما كانوا خسروا، وبيقعد يقول ان احنا نص بشر ونص سمك فازاي نخسر في سباق في الميه. وبيجي الدور على ولدنا الصغنون فان ان هو يختار المسابقه الثالثه. فولدنا بنشوف ان هو بيستخدم السحر بتاعه بيعمل مكنه علشان تعمل تلج، وبعد كده ولدنا بيبتدي ان هو يبشر التلج. وبنعرف ان المسابقه عباره عن ان انت تاكل التلج المبشور. وولدنا بيكون قرر ان هو خلاص هيشارك بنفسه في المسابقه الثالثه، والبنوته ارتي بتقرر ان هي كمان هتشارك معاه. والفارسه بنميره بتقعد تشجع البنوته ارتي علشان بس ما تخسرش في المسابقه. واول لما بتبتدي المسابقه بنشوف ان هم كلهم بيقعدوا ياكلوا في التلج بس ما حدش بيكون قادر ان هو يبلع. بس ولدنا فان والبنوته ارتي بيقرروا ان هم لازم يكملوا، وفعلا بينجحوا ان هم يخلصوا الطبق بتاعهم وهم اللي بيكسبوا الجوله. وبكده فريق ولدنا بيكون هو اللي كسب المسابقه، وبيسلم عليه الملك بعد كده وبيقول له الله ينور عليك يا ريس انت اللي قدرت ان انت تكسب، وبسبب كده يا ريس فانا بقول لك ان انت احسن واحد لازم ان هو يتجوز بنت. ولدنا بيقول له طب يا ريس طب ايه لازمه الهرتله اللي احنا قعدنا نعملها دي؟ بس بنشوف ان الملك ما بيردش وبيسيبه ويمشي هو والاميره لادا. وولدنا طبعا بسبب التلج ده فبطنه بدات انها توجعه، وارتي بتكون بص على ولدنا وبتكون شايفه ان كل اللي حواليه بيكونوا بيحبوه، وبتقول يا ترى ازاي اقدر اكون مبسوطه زيه. وبس كده يا سيدي يبقى كده خلص ملخصنا لحد هنا. تنساناش بلايك وشير، ولو بتتفرج عليا لحد هنا تنساش تكتب لي 50.